صباح الخير. ما تخلوش حد يضحك عليكم، ما تخلوش حد يقول لكم خربوا البلد. يا جماعة العمار في سنين والخراب في ساعة، العمار في سنين والخراب في ساعة، وبعد ما تخربوها وتنزلوا تكسروا وتدمروا ايه اللي هيحصل؟ هيجيلكوا بقى شيخ السجادة يحكمكم؟ اذا كان انتوا كلكم اصلا حرامية والنص التاني بلطجي. والله لو جبنا لكم حتى رئيس استيراد ما هيعجبكم. غيروا سلوككم، غيروا نفسكم، والدنيا هي اللي هتتغير. الحكومة هتعمل لكم ايه؟ هتمشي وراكم الحكومة؟ هتعمل ايه الحكومة؟ مش فاهم. ده انتوا نصكم بطالة مقنعة، بتاخدوا مرتباتكم صدقة من الحكومة، نصكم ما بيشتغلش بيها. مين فيكم ما بيروحش يمضي ويجري على التاكسي بتاعه؟ مين فيكم ما بيروحش يمضي ويجري على الاتوبيس بتاعه او على الدرس بتاعه او المستشفى الاستثماري اللي شغال فيه؟ وبعدين انتوا عايزين تغيروا، ما عندكم صندوق انتخابات. هو يعني التغيير ما بيبقاش غير بقلة الادب وبالدمار؟ فوقوا لنفسكم شويه. هو في ايه يا جماعه؟ هو كل واحد فاضي مش وراه شغل وما عرفش يعمل سبوبه في عهد الرئيس السيسي وما عرفش يعمل مصلحه هيهيج الناس عليه؟ اللي بيهيجكوا ده صاحب مصلحه شخصيه. اوعى تفتكر ان في واحد بيقول لك انزل اخرب بلدك للصالح بتاعك انت، ده لصالح المصالح الشخصيه اللي تخصه هو. لو في حد بيحبك مش هيقولك انزل دمر البلد، مش هيقولك انزل اخربها. عندك انتخابات، وبعدين انت لو نزلت خربتها ايه البديل بتاع حضرتك؟ عندك خطة؟ بدل ما نشوف حل للأزمة الاقتصادية نخربها أكتر؟ نعطل مصالح الناس أكتر؟ لا طبعا، الكلام ده مستحيل ومحدش يقدر يصدقه ولا يخش عقل. احنا نشوف حل. فين بتوع الاقتصاد؟ انت يعني راجل قوي وحلو قوي وشاطر قوي ومش عاجبك الرئيس اللي هو كان ماسك المخابرات؟ انت دراستك ايه؟ انت تفهم ايه في الاقتصاد؟ انت تفهم ايه في السياسة؟ يا جماعة انتوا عشتوا حرية محدش عاشها. انت بتقف تشتم الرئيس وبتتصور صوت وصورة ومحدش بيحاسبك. صاحب فرنة العيش اللي تحت بيتك بتبوس ايده عشان تاخد العيش اللي حقك اللي هو الدعم بتاعك. ايه يا جماعة في ايه؟ ما تسيبوه يعمرها، سيبوه يعمرها. ايه كل البلاد بتمر بازمات اقتصاديه، ما شفناش في البلاد المتحضره؟ ها نزلوا عملوا كسروا البلد وخربوا البلد. مش عاجباهم الحكومه بيجي الصندوق يغيروها، بتيجي الانتخابات يغيروها. ما شفناش حد راح بقى كسر. انتوا فاكرين اللي حصل لنا بعد 2011؟ فاكرين احنا ما كناش بنعرف ندخل بيوتنا ازاي؟ انتوا نسيتوا؟ كل واحد بيشجعك على خراب بلدك ده لصالحه الشخصي. هو عايز الحكم، عايز الكرسي، مش بيدور على مصلحتك. حط عقلك في راسك وافهم عدوك من حبيبك. اللي بيعمله الرئيس السيسي ده انتوا تتوهوا فيه. ده راجل بيخدم المستقبل. نسيتوا الطرق المعفنه؟ كنا بنكفر واحنا رايحين مصر، دلوقتي تروح القاهره في ساعه الا ربع. ايه يا جماعه؟ الطرق والكباري والمدن دي كلها مهبنيه تحتيه. عايزين بس كل حاجه تتحط في الكروشنه. انتوا نصكم بطاله مقنعه، نصكم ما بتشتغلوش. عايز اعرف الموظفين دول بينتجوا ايه؟ ما بينتجوش اي حاجه، ونصهم بيجري على مصالحه الشخصيه. ده المحترم اللي فيكو شيخ منصر ومرتشي، المحترم اللي فيكو شيخ منصر ومرتشي. الفساد فينا احنا مش في تغيير الحكومات. غيروا، عايزين تغيروا غيروا بالادب وبالاحترام وبالقانون وبالدستور. مش لكم اعضاء مجلس شعب؟ اتكلموا معاهم، لكن تنزل تخرب البلد لا. وهو مين اللي هيجيلك بعد الرئيس السيسي؟ مين؟ ما تسمعوش كلام الناس اللي عايزه تخرب البلد. وصدقوني كل دي محاولات فاشله لاسقاط مصر.